وفي الاخر اتقابلنا وقاعدين واقفين قدام بعض، راجل لراجل، من غير رطب ولا غيره. العفو يا باشا، الروس ما تتسواش. بص انت واقف فين وانا واقف فين، ولا مؤاخذة يعني انت عمرك ما هتوصل امك واخواتك للي انا وصلتهم ليه. مش هتعرف ترجع اللي فات يا كبرى. المهم اللي جاي هتعمل فيه ايه؟ اللي جاي ما يلزمنيش خلاص. مش معنى ان امك الله يرحمها ماتت انك تسيب اخواتك لوحدهم. ارجع عشانهم، عشان حتى يتعرف انك اتمسكت ويخلصوا من اللي بيحصل فيهم كل يوم. مالهم اخواتي يا باشا؟ مش ده المهم دلوقتي. مالهم اخواتي؟ رد عليا. منال. مالها منال؟ منال في المستشفى، شيخون خطفها ونزل صورها على النت وهي خرجني من هنا يا باشا، رجعني مصر دلوقتي. اهدى، انا مش هسيب لبنان غير وانت معايا، انت فاهم؟ اهدى خالص. وبخصوص منال، فزي ما هجيب حق اي حد اتأذى بسببك بالقانون، هرجع لها حقها برضه بالقانون. سمعنا يا كبرى؟ القانون. كلها كام يوم وتتحاسب على المصايب اللي انت عملتها هنا. انا نازل في فندق اسمه سانسيت، سايب لك تليفوني لو احتجت اي حاجه كلمني في اي وقت. روق. سلام. لك ردي يا نهاد بقى، ردي. مش هتردي العمى بعيونك. ايه نهاد ما بتردش ولا ايه؟ اسكتوا لا. انت تشطر عليا، روح تشطر على نهاد. روح اقعد محلك. واضح ان نهاد محتاجه راجل. هلا رح فرجيك من الرجال ولا حيوان. تعالى فرجيني. خلاص كده امان. طب بقول لك يا كبرى، تعال نروح مكان امان نكن في اليومين دول. لا انا طريق غير طريقك، احنا هنفترق هنا. يعني ايه؟ يعني انا لازم ارجع مصر، تيجي معايا؟ لا يا كبرى، انا الصراحه خدت على الغربه واعرف اتعايش هنا. شوف طريقك يا صاحبي. تفتكر يا ممكن نتقابل تاني؟ اكيد الشقا والشقا هيجمعونا تاني. خد بالك من نفسك. امسك. عارف يا كبرى، قضيتك دي انا عمري ما هنساها ابدا. مش عشان شويه الجري والتنطيط اللي انت عملتهم، لا، عشان انت اول مجرم ادور وراه الاقي الناس بتشكر فيه
اللي يقول لك كتر خيره، اللي يقول لك ده نصفنا، واللي يقول لك جاب لنا حقنا يا باشا. ناس طيبه على نيتها بيتكلموا عنك لانك مظلوم مش مجرم. صدقتهم يا باشا. انت برضه من الناحيه التانيه سايب وراك مصايب كتير. بس عارف ايه اكبر مصيبه نفسي اسجنك عشانها وما تخرجش ابدا؟ ايه؟ اللي حصل لمنى اختك بسببك. وجايز يكون ده اللي خلاني اجي وراك لبنان. ما انا ليا حق ما تعرفنيش تاني وتتبرى مني. تصدق انا ما عملتش كده. كل اللي نفسها فيه انك تكون في امان وما تتمسكش. فيها كبرى كنت عايز تهرب لغايه فين؟ لغايه ما يحصل ايه؟ ننساك؟ لو الداخليه كلها نسيتك هفضل وراك لغايه اخر يوم في عمري. انا ما كنتش ههرب لحد اخر يوم في عمري، انا كنت ههرب لحد ما اجيب براءة زي ما وعدتهم الله يرحمه. وقت للواد صقر والمصايب التانيه. لا الحاجات دي حقق فيها بقى براحتك يا باشا، لكن دم الواد بتاع البنك ده مش شيل، وربنا ما يرضاش ان انا اشيل شيله مش شيل. ماشي باشا ولعت. خليها معاك، معايا غيرها.